سيدنا محمد، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. مكرونه البشاميل تحفه ورهيبه. خطيره وريحتها تجنن. عاملاها بالجبنه الرومي بقى. ما شاء الله، بس هي بس سخنه. مش عارفه اشيلها عشان ايه، مولعه. تحفه ورهيبه. يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف الطريقه. سيدنا محمد، هنعمل اللحمه المعصجه البشاميل. اللهم صل على سيدنا محمد. بصله ناعمه، نسلق المكرونه يا حبايبي، حطوا عليها ملح، حطوا المكرونه بتاعتنا. اللهم صل على سيدنا محمد. حطوا المكرونه تتسلق واللحمه بتتعصب على الناحيه التانيه. البصله بتتحمر اهي. يا حبايبي اللهم صل على سيدنا محمد. قلب المكرونه بتاعتنا يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد. ننزل اللحمه بتاعتنا. انا معايا نص كيلو لحمه مفرومه. اللهم صل على سيدنا محمد. انا طبعا مش هحط اللحمه المفرومه كلها، ملزقه معايا. يعني في الفريزر يا عم دي سمبوسه اي حاجه يعني، علشان دي كتيره برضو على الصينيه، الصينيه صغيره. اللهم صل على سيدنا محمد. معايا معلقه فلفل اسود. اللهم صل على سيدنا محمد. نقلب المكرونه بتاعتنا يا حبايبي. المكرونه بتاعتنا مش هنكملها سوا في السلق، يعني 3/4 سوا بس، وبنكمل السوا في الفرن مع البشاميل. المكرونه بتاعتنا اهي. بصوا يا حبايبي، اللهم صل على سيدنا محمد. نص سوا كده، او دخل في 3/4 سوا. هدفع عليها بقى واصفيها. وهنا اللحمه المفرومه بتاعتنا العصاج، هحط عليه ايه حته فلفل كده، فلفل احمر، واحط له الملح. اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله جميل اهو. حته طماطمايه صغيره كده وفلفل سبايسي كده حامي، حطها على اللحمه كده تعمل طعم. حط حبه حبهان ناعم. ما شاء الله الريحه جميله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. معانا رتل من اللبن. حط عليه 3 معالق كبار هرميين دقيق، هعمله على البارد. حط عليه الملح بتاعنا. حط عليه الفلفل الاسود. وهقلبه على البارد. اللهم صل على سيدنا محمد.
اللي بتاع البارد اهي يا حبايبي، ولع عليها بقى، تقلبي فيها كده على طول عشان ايه ما تكتلش معاكي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خليكي كده قلبي فيها طول ما هي على النار. هحط لها معلقتين سمنه يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد. قلب فيها كده تبقى جميله كده ومش متعبه كده. نعملكم بشاميل المره دي على البارد عشان ميبقاش حامي عليكي، الدنيا صيام كده جميله قوي. معايا حبه جبنه رومي يا حبايبي، خليها احطها على البشاميل. اللهم صل على سيدنا محمد. تديها طعم جميل. لو عندك انت جبنه كريمي، جبنه نستو، اي حاجه، اي جبن يعني موتزاريلا حطيها. انا ما كانش عندي حطيت الموجود يعني، مفيش على حاجه يعني، بأبسط الامكانيات تعملي احلى اكله وتغيري كل مره وتشكلي كده في اكلات. البشاميل بتاعنا خلص اهو يا حبايبي، ما شاء الله كريمي وجميل اهو. بصوا القوام جميل جدا ازاي، ما شاء الله. يلا بينا بقى نعمل المكرونه بتاعتنا. اللهم صل على سيدنا محمد. هننزل نص المكرونه بتاعتنا يا حبايبي اهو. حط البشاميل بتاعنا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. المكرونه اللحمه يا حبايبي اهي. حط معلقتين تاني. الطماطمية الصغيرة اللي انا حطيتها دي على اللحمة بتطعمها وبتخليها جميلة جدا. والفلفل بقى ما شاء الله. هننزل بقية المكرونة بتاعتنا. اللهم صل على سيدنا محمد. انا حاطه في المقدار دوت يعني حوالي كيس مكرونه، مش كتير عشان انا بحب ايه المكرونه متبقاش كتيره كده. اللهم صل على سيدنا محمد. خلصت الصينيه بتاعتي يا حبايبي اهي، هدخلها الفرن وما تخرج اولها. ادي البشاميل يا حبايبي بعد ما خرجته من الفرن، ما شاء الله ريحته تجنن، ورشيت عليه حبه جبنه رومي من على الوش، ما شاء الله خطيره. اللهم صل على سيدنا محمد. بألف هنا وشفا لكل اللي ياكل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في منوعات ماما نادية.